دحام العموش مهندس أردني ومعتقل سياسي اليوم بين الحياة والموت، وفي حالة خطيرة جدا إثر وجوده في السجن. في العناية الحثيثة في مستشفى البشير يرقد شاب في 32 من العمر، له ابنة لم يراها أبدا، وله ابن لم يتجاوز عمره 3 سنوات. مثل أي شاب أردني طموح، عمل دحام على تطوير نفسه وإتمام دراسته، وبعدها جاء وعقد عمل في قطر وسافر إلى قطر، وكان يشتغل في وظيفة مرموقة مدير لشركة هندسية ويتقاضى راتب يعادل 3000 دينار شهريا. لما بدأت الحرب مثله مثل أي أردني مثل أي عربي مسلم بدأ يكتب عن غزة وعن مواقف الأنظمة العربية وخذلانها، وفي بعض الأحيان وجه انتقادات مباشرة للملك. على إثر هاي الكتابات قامت الأجهزة الأمنية بالتواصل مع الإنتربول، وتم إحضاره من قطر العام الماضي. تم إخبار عائلته أول ما إجا أنه إحضاره من قطر وإيداعه في السجن كان بسبب مشكلة حدثت بين عائلتين قبل حوالي 5 سنوات، وتعرض أحد أفراد العائلة الأخرى إلى طعنة أدت إلى إحداث جرح بعمق 2 سنتيمتر، وخرج منها الجميع بعدم المسؤولية، وحكم على دحام حينها بأنه تسبب بإيذاء بسيط. تفاجأت العائلة بأن التهمة تحولت فجأة إلى شروع بالقتل بعد 5 سنوات، وبينما كان الشخص اللي تعرض للإيذاء بيحكي أنا ما شفت دحام من اللي اعتدوا علي، وإنما الناس حكت لي، بعض الناس حكوا لي إنه دحام هو اللي اعتدى علي. وهذا الإشي خلى القاضي في حيرة، يعني كيف يحاكم شخص يعني رغم إنه يعني الشخص اللي تعرض للأذى بيقول أنا ما شفته تعرض ما شفته أذاني يعني. المهم ما علينا. قامت العائلة بتقديم 40 كفالة للقاضي طارق الرشيد، واللي كان رئيس هيئة الجنايات، وكان ملف دحام عنده. رفضت كل الكفالات، وكان طارق الرشيد يقول لعائلته إنه الرفض يا عمي ليس من عندي بل من عند المخابرات، مما يضع آلاف الأسئلة وعلامات الاستفهام إنه والله إذا كان الموضوع موضوع توقيفه على مشاجرة كما تحاول بعض المواقع الإعلامية أن تشوهه ويعني أن تجعل حياته رخيصة، وتتهمه بأنه يعني وجوده في السجن يعني هو نتيجة المشاجرة على خلفية المشاجرة، فلماذا ترفض المخابرات تكفيله؟ هذا سؤال مهم. أيضا خلال وجوده في السجن كان يقال للعائلة من قبل بعض معارفهم اللي في السجن أنه دحام مصنف تصنيف خاص، وأنه موقوف على قضية تتعلق بأمن الدولة. ما علاقة المشاجرة بأمن الدولة؟ هذا الكلام غير منطقي. تتعلق بأمن الدولة لأنه كان يكتب وكان يوجه انتقادات مباشرة. لم يذكر أحد يوما من معارفهم اللي في السجن أنه موقوف على قضية المشاجرة. رزق دحام بطفلة إلا أنه لم يراها، وكان يرفض أن يؤتى بها إليه إلى السجن، ويقول بأنه من غير المعقول أن يكون أول مكان بتشوف فيه بنت أبوها في السجن. وبعد مرور عام على سجنه ورفض محاكمته محاكمة عادلة، قرر أنه يدخل في إضراب عن الطعام عشان ينال حريته. بعد 10 أيام من إضرابه عن الطعام في سجن الهشمية، اتصل بعائلته وأخبرهم بأنه حالته الصحية تستدعي الدخول إلى مستشفى، وبعدها لم يسمعوا منه أي خبر. ذهبوا إلى مستشفى الحاووز فلم يجدوه هناك، فقال لهم مدير الأمن الوقائي في الزرقاء بأنه دحام موجود في مستشفى فيصل العسكري، فذهبوا إلى مستشفى فيصل العسكري فلم يجدوه، فقال لهم مدير الأمن الوقائي دحام موجود في السجن، وإنه بكرة راح نحل مشكلته وراح نطلعه من السجن. في اليوم التالي تم إبلاغ الأهل بأنه دحام مش في السجن وإنما في مستشفى البشير، وبأنه في العناية الحثيثة. حاول الأهل عدة محاولات للتواصل مع أحد أفراد الكادر الطبي أو التمريضي في مستشفى البشير لفهم حالته، ولكن دون جدوى، لأن التوجيهات الأمنية جاءت بعدم السماح بإعطاء أي معلومة خلال هذه الفترة. وفي خلال هذه الفترة جاءت إحدى العاملات في مكتب المدعي العام وحاولت إنها تعطي العائلة معلومات مضللة، وحكت لهم إنه دحام بصحة كويسة وقاعد بتحسن. ولما واجهوها بإنهم بيعرفوا حقيقة حالته، إنه مصاب بتسمم بالدم، وإنه يعني استطاعوا الحديث مع أحد الأطباء بطريقة غير مباشرة، كان ردها إنها سألت عن اسم الطبيب اللي أعطاهم المعلومة. يعني الفكرة مش بس إنهم بيحرموا الأهل من حقهم في الاطلاع على حالة ابنهم الخطيرة، وإنما أيضا بدهم يعاقبوا أي واحد أعطاهم معلومة. دحام الآن في العناية الحثيثة مصاب بغيبوبة، وأيضا لديه تسمم في الدم، وهذا التسمم ينتج من التهاب بكتيري. من أين جاءت البكتيريا؟ يعني غير عن أنه جاءت وهو في السجن، يعني من ظروف الاعتقال السيئة.
وأيضا خلال وجوده في العناية الحثيثة لم يسمح لعائلة دحام بزيارته إلا ضمن شروط وتعقيدات كثيرة. لم يسمح لوالده مثلا بأن يزوره خلال الفترة الماضية كلها باستثناء آخر يومين ثلاث. كما لم يسمح لعائلته بالاقتراب منه، وأجبروا على أنهم يشوفوه من مسافة محددة، يعني ما بيقدروا يقربوا عنده على سريره بينما يعني هو على جهاز تنفس اصطناعي. هل سيصبح جزاء من ينتقد الموقف الرسمي ويوجه نقد مباشر للملك أن يترك ليموت إذا أضرب عن الطعام في سبيل نيل حريته؟ وفي أي عرف وشريعة وتقليد في العالم كله إذا تدهورت صحة أي شخص بحق لسلطة رسمية إنها تمنع أهله من الحصول على معلومة بخصوص حالته الصحية؟ هل حياة المواطن العربي ملك له أم ملك لأجهزة الدولة تفعل به ما تشاء؟ دحام اليوم بين الحياة والموت لأنه في سلطة بتستعمل قوة الأمن المفرطة وبتكيف القانون كما تشاء لقمع الناس وبتلاحقهم على كلماتهم وتكمم أفواههم. لأن سلطة كهذه تركها الناس بلا رادع ولم يمنعوها من التجاوز على حقوق الناس وحياتهم. وإذا كان دحام اليوم قد وقع تحت هذا الظلم الكبير الذي قد يكلفه حياته، فلا نعلم من التالي. دحام اليوم لديه تلف في خلايا الدماغ نتيجة انقطاع السكر، وهو مصاب بحالة تعرف في الطب بهايبوغلايسيميك انكيفالوباثي، وهو يعني اختلال في الدماغ أو اضطراب في الدماغ نتيجة نقص السكر. وهذا لا يحدث إلا بعد انقطاع عن السكر لفترات طويلة. وهذا يضع علامات استفهام أيضا كبيرة جدا، أنه إذا كان لديك مضرب عن الطعام في السجن ألا تقوم بإجراء فحوصات دورية له لتعرف يعني كم مستويات السكر في الدم، ما هي وظائف الكلى، ما هي الأملاح الأخرى وتركيزاتها الموجودة في الدم والتي قد تؤثر على انتظام ضربات القلب وتدخل المعتقل السياسي المضرب عن الطعام في اضطراب في ضربات القلب على سبيل المثال. هذه الحالة لا تحدث فجأة، هذه نتيجة إهمال وإهمال متعمد، وهذا يضع الكثير من علامات الاستفهام ويحمل المسؤولية للمسؤولين عنه في السجن والذين تركوه وأهملوه رغم تدهور حالته الصحية. وأكبر دليل على ذلك أنه لما اتصل بأهله قبل أن يذهب إلى المستشفى كان صاحي، كان مش مغمى عليه، استطاع أن يتواصل معهم وأن يخبرهم أنه يعني أنا حالتي الصحية كذا كذا كذا، أريد يعني سيأخذوني إلى المستشفى. وبالتالي يعني كان هنالك أكثر من فرصة لإنقاذ حياة دحام، إلا أن هنالك إهمالا واضحا وهنالك تقصير واضح، ليس تقصير طبي وإنما تقصير من قبل الأجهزة الأمنية التي تعتقل الناس وتضعهم في السجون وتقيد حرياتهم بينما لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية ما يحدث معهم في السجون. شكرا.